السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فيديو القرنبيط، مخلل القرنبيط. بصوا بقى، يعني القرنبيط اليومين دول رخيص جدا. شايفين شكله كان تحفة ازاي؟ القرنبيط رخيص. انا جايبة القطعة دي ما شاء الله الواحدة ب10 جنيه. شايفين ما شاء الله، يعني عشان بس يعني مش مساوية. خدتها ب10 جنيه. هو اصلا رخيص اليومين دول. جبت قطعتين كبار جدا، الواحدة ب10 جنيه. هقطعها كده وردات كده ووحدات كده، وابدأ بقى احطها في مية على البوتاجاز عشان اسلقها. تمام. زي ما انتم شايفين كمية حلوة قوي. دي واحدة بس من القرنبيط، انا كنت جايبة 2. بصراحة انا خللت منه وعينت كيسين وعملت طبخة من قرنبيطتين 2. كانت حجمها حلو قوي الواحدة. طبعا انا حطيت مية على البوتاجاز وهبدأ انزل بقى بالقرنبيط بتاعي كده وارصه في الحلة، واشوف بقى الاضافات اللي انا هحطها على القرنبيط. تمام. طبعا القرنبيط اللي هخلله ما بيتسلقش جامد، باخده غلوة واحدة بس. ليه؟ علشان يفضل مقرمش و يبقى كده ما يتهريش في المخلل. تمام. طيب انا هحطه وهنشوف الاضافات. اول حاجة هحط نص معلقة ملح ليمون. نص معلقة ايه؟ ملح ليمون. فايدتها ايه نص معلقه ملح ليمون، او ايه لازمتها يعني في الموضوع؟ هتخلي لون القرنبيط فاتح وجميل. تمام. ده غير ان هي هتحافظ عليه زي ماده حافظه. بعد كده هحط معلقه من السكر ونص معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون. تمام. وهسيبها بقى زي ما بقول لكم تاخد غلوه واحده بس في على البوتاجاز في الميه السخنه. هي ميه عاديه جدا بس بتسخن مع بعضها كده يعني. بحطه في ميه ساقعه واحطه ياخد الغلوه مع بعضه من بدايه ما احط الميه وهي ساقعه مع القرنبيط في وقت واحد يغلوا مع بعض. تمام. احطه بقى في ميه، اكون مجهزه ميه في الفريزر علشان اخد القرنبيط احطه فيه على طول ياخد صدمه وما يتهريش معايا. تمام. حطيته بقى في المية الساقعة كده كله لحد ما برد تماما، ونقلته بقى كده في المصفى عشان يصفي، وابدأ بقى اجهز للمخلل. طبعا البرطمان بتاعي اغسله كويس جدا. انا غسلته ازاي؟ غسلته بالملح من غير صابون، بملح ومية كده. وبعد كده نشفته كويس جدا، وبعد كده بقى شطفته بالخل كمان مرة قطع قيم. تمام. بعد ما اشطفه بالخل كده بقى هبدأ اعمل المحلول. يبقى كده ده تجهيز البرطمان. وادي القرنبيط اللي اتسلق، وهبدأ بقى اجهز المحلول. اللتر المية هحط عليه 4 معالق من السكر، ومعلقة من 4 معالق من الملح، ومعلقة من السكر. تمام. طبعا بقى هحط معلقة من الهريسة، وطبعا انا مخزنه الهريسه في الفريزر، ومعلقه من التوم. انا عندي توم اخضر فهستعمله في المخلل برضو من اللي كنت مخزناه. وهبدأ بقى كل ده، واحط كمان معلقه من الخل ونص معلقه من الكمون او اقل شويه. وهحط بقى كل ده على لتر الميه. وهضيف بقى كمان ايه؟ لو عندك بنجر. انا برضو مخزنه البنجر في الفريزر. هحط قطعتين من البنجر ومعلقه من الخل، معلقه كبيره من الخل. تمام كده. كل حاجه بتخزنيها في بيتك. بصوا الهريسه انا مخزناها، عاملاها معاكم السنه اللي فاتت، والله دي بتاعت السنه اللي فاتت. والثوم برضو عاملاه بتاع الصيف اللي فات، في شهر 3 اللي فات اللي هو السنه اللي فاتت. والبنجر برضو انا عيناه من السنه اللي فاتت. كل حاجه بتبقى في بيتك بتنفعك وبتستفيدي منها. اي حاجة الموسم بتاعها استغليها وخزنيها في الفريزر، هتنفعك في اي حاجة. يعني البنجر اهو بينفعني في العصير، في المخللات، في السلطة، في اي حاجة. تمام. والثوم نفس الحكايه بينفعني في كل حاجه. والهريسه ما شاء الله كل حاجه متوفره عندي في البيت. اقلب المحلول كده في بعضه لحد ما ادوب المكونات مع بعضها.
وابدأ بقى اجهز القرنبيط احطه في البرطمان. تمام. هركن كده المحلول وابدأ بقى احط القطع القرنبيط في البرطمان كده لحد ما املى البرطمان كله. بصوا بقى، يعني القرنبيط لازم يكون مقرمش علشان لما يتحط في الملح ما يتهريش. سهل جدا، وانتي ضامنه النظافه وبتعملي حاجتك في بيتك بقى، ولا ريحه وحشه، ولا انتوا عارفين المخلل اللي بيجي من بره كده بيبقى له ريحه مش حلوه، وما بتبقيش كمان ضامنه نظافته. تمام. بصوا بوريكم بيتقطم، يعني مش مهري، انا سايباه يعتبر خد غلوه واحده بس. هبدأ بقى ارص كل القرنبيط في البرطمان، وزي ما انتوا شايفين كده هملى البرطمان كله، مش هسيب اي فراغات خالص علشان القرنبيط ما ياخدش اي هوا. تمام. واول ما اخلص البرطمان ابدأ بقى اضيف عليه المحلول اللي انا عاملاه. يعني طريقة سهلة جدا وما بياخدش منك وقت، وحاجة يعني فاخر من الاخر. اهو خلصت البرطمان كله، وهبدأ بقى اضيف عليه المحلول. شايفين انا بوريكم ان انا مش سايبة فراغات في البرطمان خالص، مليته على الاخر وسايبة يدوبك جزء بسيط فوق علشان المحلول. هنزل بقى بالمحلول اللي انا عملته ده. شايفين لون المحلول بقى جميل ازاي؟ ده اللي هيخلي القرنبيط لونه حلو قوي، وزي اللي بنجيبه من محلات الترشي بل احسن بقى وانضف. شايفين لونه ما شاء الله؟ ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده جميلة وتفتح النفس. هنبدأ بقى اجيب كيس تلاجة كده من الاكياس النايلون اللي بنحط فيها بنعبي فيها الخضار دي، وهحطه كده اتنيه كده واحطه تحت الغطا، وابدأ الف الغطا عليه علشان ما يدخلش اي هواء للبرطمان. بصوا اجمد قوي واحبك الغطا على البرطمان علشان يبقى مظبوط، واقلب كده البرطمان، اقلب المخلل كده المحلول يطوله من فوق ومن تحت، وما يتفتحش بقى غير على رمضان ان شاء الله. فاضل شهر، كل سنه وانتم طيبين. اعملوه وهو رخيص كده هينفعكم وحاجه حلوه. المره الجايه نعمل نوع تاني من المخلل، وكل سنه وانتم طيبين. واستودعكم الله يا احلى واجمل متابعين، وما تنسوش اللايك والتعليق المحفز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.